Alpha. افضل كاميرا لصناع المحتوى المبتدئين السوني ZV-1 نزل منها المارك 2. الو يا سوني، انا رايي تسموها ZV-2 على طول. ايه ZV-1 مارك 2 ده؟ لا ده مجرد راي، ما تزعقش. لا والله انا مش قصدي. الو ZV-2 ليه ZV-1 مارك؟ مجرد رأي. المهم الكاميرا دي اللي ما يعرفش واحده من اجمد فعلا الكاميرات اللي نزلت لصناع المحتوى اللي بعد ليفل المبتدئين. لو انت عايز تاخد الموضوع بجديه وتقلبه بيزنس بقى، فالكاميرا دي كانت اختيار مثالي. ففي الفيديو دوت هقول لك الفرق ما بينها وما بين الZV-1 الاولانيه، وبرضه اقول لك الفرق ما بينها وما بين كاميرا الموبايل. فاعمل لايك وكمل الفيديو لحد الاخر. قبل ما نبدا تعالى كده اديك ايه النصايح الذهبيه لصناع المحتوى. هم نصيحتين. اول نصيحه وهي ابدا وخلاص. والله يعني اظن انت واخد بالك من كميه الناس اللي عماله تبدا حواليك وتعمل فيديوهات وتطلع وحياتها بتتغير وبتتشقلب. طيب ابدا في ايه؟ لو انت شاطر في حاجه استغلها، علمها للناس، اتكلم عنها، هتلاقي ناس مهتمين. لو عايش في بلد تانية وبتسافر اماكن كتير خدنا معاك. بتفهم في الكوره حلل يا سيدي. بتحب الاكل وذوقه قوي ادينا في الجوسي. جيمر جامد فرجنا. بتعرف تشرح، بتعرف تعمل ريفيو المنتجات، تعالى مكان. تعالى مكان. اقوم انا بقى امشي. فجرب وابدا، مش تخسر حاجه والله. تاني نصيحه وهي سهل الموضوع على نفسك. كل ما عمليه صناعه الفيديو وتجهيزاته والكلام ده كانت اسهل واقصر، هتحب تكمل وتدوس وتعمل فيديوهات اكتر. جعلصتها بقى في الاول ومايكات ولنسات واضاءات ومونتاج وبتاع، ما بقولش ان ده مش مهم، ما انا بعمله، بس علشان انا في الليفل اللي بعدك شويه. ابدا انت بس في الاول وهتعدينا وهتعدي كل الناس، او ممكن محدش يعبرك عادي. حد يقول لي ايوه عايز تقول ايه يعني؟ بتلمح لايه؟ انجز. بلمح لدي، بلمح للكاميرا الصغيره السهله دي اللي هتخلي صناعه الموضوع اسهل بكتير وتديك لوك وشكل احترافي تعرف تنافس بيه وسط حشود صناع المحتوى. الموبايل بيتحط في جيبي ودي كمان بتتحط. الموبايل مش بيتحط له لنسات وبتاع، ما فيهاش لنسات، هي فيها لنس واحد بيطلع وبيدخل تاني ومن غير كاب بقى ولا بتاع. فالحجم هو اهم ميزه. مش هتاخد معاك حيز في الشنطه بتاعتك، تعرف تصور بيها في اي مكان، لان انت عارف في اماكن كتير الناس بتخاف من الكاميرات. ايه ده كاميرا ومايك وبتاع وعدسه وترايبود، بيقلق. اما دي بقى لو شافك بتصور بيها يقول لك يا عم ده شكله ايه غلبان، سيبه. ولكن الفوتج اللي تطلع منها مش غلبانه خالص. فلما تحطها جنب الموبايل هتعرف الفرق. حد يقول لي انت بتصور بالكاميرا الاماميه للموبايل ده مش عادل، ما تصور بالكاميرا الخلفيه. هقول لك لا، انت محتاج تشوف نفسك. دي حته مهمه قوي لمعظم الناس اللي هتعمل فلوجات والكلام ده. انت لازم تشوف نفسك، بتديك ثقه اكتر وبتخليك تظبط الفريم، انت عارف انت بتصور ايه. لو هنتكلم عن الجوده فعلى الورق الاثنين بيصوروا 4K، ولكن 4K غير 4K اظن في اختلاف واضح. في عوامل ثانيه بتتحكم في شكل الصوره النهائي. حجم السنسور هنا اكبر، وبدون دخول في تفاصيل ثانيه انا عارف ان انت مش فارقه معاك، اللوك والشكل النهائي بتاع الكاميرا بيبان اجمل. التصوير البطيء بتصور فول اتش دي 120 فريم، هتعرف تصور بقى شوتات السلو موشن العظيمه دي. فالسلو موشن مفيد في سيناريوهات كتير، الا انك تصور لي نفسك سلو موشن وانت ماشي. ما تعملش كده، انت مش سندريلا. حاجه كمان وهي موضوع الفلتر. عارف انت الفلترز اللي بتبقى على التيك توك والحاجات دي اللي بتنعم الوش؟ انا طلع لكم بخلقتي عادي كده، ولكن هنا تعرف تعمل السكين سموث، تنعيم الوش ده وبكذا درجات، لو وميديوم وايه هاي لو عايز تبقى كلبوبه قوي. في برضه نوع تاني من انواع الفلاتر وهي الشكل بتاع الصوره عامل ازاي، الالوان واللوك، اللوت كلر جريدنج، ليه كذا مسمى. اكيد بتشوف ناس كده مطلعه فيديوهات والوان جامده قوي وبتاع. الموبايل في الاوضاع العاديه مش معمول لكده، بيبقى الصوره ما فيهاش تفاصيل كافيه انك تلون وتعدل فيها. ولكن الكاميرا دي فيها S Log 2 و S Log 3، بتطلع صوره بهتانه كده ولكن محتفظه بتفاصيل جوه. تقدر بقى تعدل في اللوك اللي انت عايزه والشكل اللي انت عايزه اللي يناسب السيناريو ده. انا منبهر بشوت بتاع العربيه ده، كمان كان بالليل. ميزه كمان هي البرودكت شوكيس. عارف انت الناس اللي بتبقى بتريفيو اي منتج، بتعمل اي حاجه فيروح عامل كده اهو ويعمل كده اهوت علشان يعمل فوكس على الحاجه. الموبايلات ممكن تخرف شويه، ولكن هنا الفوكس بتاع الكاميرا دي صاروخي مش سريع. هو بعد مرحله السريع انت بتحط اي حاجه قصاده بس بيعمل فوكس عليها في ثانيه، واول ما تشيلها بيرجع يعمل تراكنج على العين كمان، فعمر ما الفوكس هيهرب منك. لو عايز تصور حد بقى بورتريه، حد قاعد كده يا باشا انترفيو معزز مكرم، فبيبقى دايما اللوك بتاع الشخص شارب جدا وكل اللي حواليه بلور معزول عن الخلفيه. الموبايلات بقى في حاجه اسمها سينماتيك مود، بيتطور الصراحه ولكن ما وصلش لسه الليفل بتاع الكاميرات. ساعات بتحس ان الودن مقطوع منها. لو واحد شعره
شعره كبير كده، هو الدنيا هتبوظ خالص. النضاره لو انت باصص بالجنب شويه هتلاقي النضاره مقطوع منها حته، ولكن الكاميرات مفيش الكلام ده. الاداء الليلي ودي نقطه ضعف في معظم الموبايلات. لو هنتكلم عن الصبح فقشطه ممكن نقارن، ولكن بالليل لا، بالليل الكاميرات معظم الكاميرات بتخيش جامد. طبعا مميزات تانية كتير ومنيو كامل بقى في الاستابلايزيشن والصوت واختيار مش عارف ايه، اظن انت فاهم اللي يكسب. حد يقول لي طيب تمام حلو قوي، ما الكلام ده كان موجود في الزي في 1، ايه الجديد بقى واللي قدموه في الكاميرا دي؟ احب اقول لك ان كل مشاكلي اللي كانت مع زي في 1 اتحلت هنا. تعال ناخدها واحده واحده. واول حاجه كده كانت خانقاني هي المايكرو يو اس بي. انا في محاوله التخلص من كل كابل مايكرو يو اس بي عندي، بس كنت مخلي واحد علشان الزي في 1، ولكن دلوقتي اخيرا بقت يو اس بي سي. حاجه كمان انها بقت تاتش سكرين. الزي في 1 كانت تاتش انك تعمل بس ايه فوكس او تراك لحاجه، ولكن هنا المنيو كامل تاتش. وبعدين المنيو الجديد، المنيو القديم كان عقيم قوي، ولكن ده المنيو الجديد حلو قوي، تعرف تختار كل حاجه وتقلب وتستخدم التاتش 100%، واللي هي تسحب من فوق ومن الجنب علشان تنظف الشاشه كده اهو. وحطوا معظم الحاجات اللي انت محتاجها والبطاريه وكل حاجه فوق وتحت كده، ناقص بس نسبه البطاريه. حاجه كمان وكانت مكدراني قوي وهي الماونت اللي بتحط فيه الجوريلا بود او الترايبود او اي حاجه، كان في النص هنا، فكان قريب قوي من الباب بتاع البطاريه والميموري كارد. فكنت لما عاوز اغير الميموري او البطاريه كان لازم اشيل الكاميرا وافك الترايبود او كده، فهنا جابوه على الشمال بعيد عن الباب، تعرف تفتحه وتغير براحتك. انا الموضوع ده كان مضايقني لدرجه ان انا كنت جايب لها كيج كامله علشان اعرف يكون في فتحات زياده، فاعرف احط الترايبود او الجوريلا بود على جنب. اللي فاتتهم بقى واللي ما توقعتش انها تفوتهم خالص، وهم ان هم يعملوا ماونت هنا في الجنب علشان التصوير بالشكل اللي هو ايه الفيرتيكال، لان كله دلوقتي بقى يصور بالطول خلاص. ولكن لو نزلت بالفلوجر كيت زي السنه اللي فاتت كده اهو، فممكن تعمل البتاع ده كده تقلبه وتجيبه على الجنب، فهتبقى قشطه تمام معاك. بقى فيها حاجه اسمها سينماتيك فلوج، ده بيعمل لك كده خطين اسود ويعمل لك بقى لوك او لط معين شكله كده سينماتيك، بيريحك في مرحله المونتاج ان انت بقى ما تضطرش بقى تعدل في الالوان وكده. بيبقى كذا لوك كده جاهز تختار منهم، هتنفع ناس مبتدئين كتير. المايك بتاعك كان حلو جدا، ولكن ضافوا هنا فكره انك ايه تخلي المايك يلقط الصوت منين. ممكن تخليه يلقط الصوت من قدام لو انت بتصور حد، او تخليه يلقط من ورا لو انا مثلا بصور حاجه كده اهو فياخد صوتي، او تخليه دايركشنال كل حاجه بقى ياخد كل الاصوات. وفي اوتو، خليه على اوتو ومع نفسه هو بقى. ولكن الميزه الاهم واللي عندي بكل دول وهي الفوكال لينث او البعد البؤري بتاع العدسه. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، الزي في 1 كانت عامله كده، فوانا بفلوج هي ضيقه على وشي. دلوقتي الزي في 1 مارك 2 بقت عامله كده واسعه شويه، فانت لما تعرف تمسك الكاميرا يبقى الدنيا وايد معاك. لان في معظم السيناريوهات بتاعت الفلوجينج والكلام ده انت محتاج كل حاجه تبان في الفريم، وشك وجسمك والناس اللي حواليك والمكان اللي انت فيه، فكانت ضيقه سيكه. دلوقتي خلوها 18 بدل 24، فبتديك فيلد اوف فيو اوسع ولسه محافظه على 1.8. الموضوع ده كان بيضايقني في الزي في 1 لدرجه ان انا كنت جايب لها الترا وايد لينس، بلزق حاجه على العدسه علشان توسع لي الكادر شويه، وكانت بتتلزق كده اهوت، وكانت حاطه حمل على الموتور وهو بيطلع وينزل، وكانت مكبره لي حجم الكاميرا مع الكيج، فكنت فقدت تقريبا اهم ميزه في الكاميرا دي ان هي صغيره تحط في الجيب. ولكن هنا انت مش محتاج اي حاجه فعلا. اللي رخم في الموضوع هو ان العدسه كانت 24/70، هنا بقت 18/50، ما بقتش زومد قوي. مش ده اللي فارق معايا، الفرق انها كانت 1.8 ل 2.8 على 70، دلوقتي بقت 1.8 ل 4. اللي فاهم فاهم، ولكن لو انت مش فاهم اعمل الايزو على اوتو، حساسيه الضوء اعملها على اوتو، فكده لما تعمل زوم هيظبط معاك، مش هتلاقي الدنيا بتضلم. وعلى فكره بقى للمبتدئين اعمل الكاميرا دي على وضع الاوتو اوتوماتيك، هي تظبط لك كل حاجه، فتحه العدسه والشاتر والايزو وكل حاجه. وهنا وضع الانتليجنت اوتو معمول عشان كده، انت مش محتاج تغير اي حاجه او هتاخد بيه لوك محترف. وضع الاوتو في معظم الكاميرات الرخيصه بيبقى تعبان والاضاءه بتطلع وتنزل وحش جدا. اشتغل بيه في الاول وما تتعبش نفسك وتلون وتعمل، هو كل حاجه مطبوخه وجاهزه. ولكن انصحك لو عايز تاخد بقى ايه اعلى اداء من الكاميرا دي، اتعلم واحده واحده وهتلاقي انها بتديك اداء احسن واحسن. النهارده تم الاعلان عنها رسميا، السعر انا ما اعرفوش ولكن اتوقع من $800 ل $1000. حد هيقول لي طب ما في كاميرات دي اس ال ار اللي هي بيتغير لها لينسات وكده بسعر اقل من كده. تعالى لي بقى، تعالى لي، ما اختلفناش. هو اصلا باللينس اللي بتيجي بيه بتبقى تعبانه جدا، فبتضطر تشتري لها لينسات اغلى من الكاميرا نفسها، ولكن مش ده موضوعنا. الكاميرات دي معموله لسيناريوهات تانية، دي بتقول لك انا صغيره، انا معاك في جيبك، الاوتو بتاعي جامد. للمبتدئين اللي مش عايزين يفكوا ويركبوا عدسات وبتاع، حد يقول لي طب ما السعر ده انا ممكن اجيب بيه موبايل، وفي بقى شاشه ومكالمات والعاب، موبايل كامل بقى.
تاني انت تاني عايز تشتغل بجد وتاخد الموضوع بشكل احترافي، الكاميرا هتبقى احسن لك. طبعا الاهم ورقم واحد المحتوى اللي جوه الفيديو نفسه، ولكن في حاله تساوي المحتوى، الفكره والمحتوى والكلام، ولكن متصوره بموبايل. نفس الفكره والمحتوى والكلام ولكن متصوره بكاميرا. اضمن لك مليون في الميه ان الناس هتفضل اللوك الاحترافي والشكل البروفيشنال ده، الا لو انت بتعمل بقى بيو بيو احمد محسن، هنا بقى مش هتفرق، صور بتليفون ارضي لو عايز. بس يا سيدي هي دي الزي في 2. انا مقتنع ان اسمها زي في 2، ولكن لما تروح تسال عليها زي في 1 مارك 2 اللي هو الاصدار الثاني. وبس قولوا لي رايكم في الفيديو وفي الكاميرا، واسيب لكم لينك تحت لموقع سوني في كل الحاجات او لينك الشراء لو بقى متاح. وبس اعمل لايك على الفيديو وسلام.